السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي سماح احمد اكلات على قد الحال. النهارده بقى جايبه لكم ما اقولكوش اكله بتعمر الدماغ. اكله جميله جدا واقتصاديه وسهله، وما اقولكوش بقى ما اقولكوش. لو فضلت اقول مش هعرف اقول. تحفه بجد تحفه. فراخ بالبصل مكرمله وطعمها جميل جميل جميل، والصوص بتاعها خطير خطير خطير، وطريقة سهلة جدا جدا. يلا بينا بقى نصلي على رسول الله ونبدأ ونقول بسم الله. معايا فرخة بقى مقطعاها 8 قطع أو 10 قطع، كل ما تقطعوها قطع صغيرة بتاخد طعم البصل والتتبيلة أكتر. ما تنسوش بقى تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا كده 4 5 بصلات هنقطعهم بالشكل ده. طبعا الوصفة دي بتحب البصل اللي بيعمر الأنفخي. أكلات زمان بقى وطعم زمان وريحة زمان، ما أقولكوش على الطعم والريحة. أقطعهم بالشكل ده. وبعد كده بقى الصينية بتاعتنا أو الحلة بتاعتنا هنحط فيها معلقتين سمنة أو زبدة، ومعاهم معلقة زيت المتاح، أو سمنة بس أو زبدة بس أو زيت بس طبعا الميكس ده بيدي طعم جميل جدا للفراخ. ممكن تعملوها بدبابيس كمان أو بأوراق زي ما انتوا عايزين. المتاح دايما، مش هنقف على حاجة، بنعمل بالمتاح اللي موجود في البيت. نزلت بالبصل، ونقلب كده لحد لما يدبل معانا. وننزل بقى بمعلقة سكر كبيرة، لزوم الكرملة دي اللي هتكرمل الفراخ والبصل. ما اقولكوش معلقة السكر دي بتفرق في الطعم. وبعد كده هنزل بقى بالفراخ بتاعتنا اللي احنا غسلينها كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نغسلها كويس ونصفيها كويس. هنكرمل بقى الفراخ مع البصل، عشان كده الفراخ تاخد طعم البصل. زمان بقى كنا ماما كانت بتعمل لنا يعني البصل بقى كتير في الاكل عشان ناكل وننام. تقول عمروا دماغكم. يا سلام على ايام زمان واحلى ايام. نقلب بقى كده، طول ما احنا واقفين نفضل نقلب فيها. بعد كده ننزل بقى بمعلقة صغيرة فلفل اسود. اهم حاجة الفلفل الاسود، احنا مش هنحط بهارات كتير، مش كل الاكل بيحب البهارات. وحطيت معلقة كزبرة، وهحط نص معلقة كمون ونص معلقة كركم. وهنحط كمان مكعب ماجي او معلقة برضو بودرة الماجي او بودرة الفراخ
او بهارات الفراخ، ونقلب بقى، مش هنعمل افتكاسات في التوابل، هي كده حلوة قوي. لو حطيته كمان فلفل اسود بس مع شوية كمون وكزبرة هيقضوا الغرض وهيكون طعمها جميل. نفضل بقى نقلب كده، ما اقولكوش على الريحة، يا سلام يا سلام. وبعد كده بقى طماطميتين بشراهم في المبشرة، او تعصروهم في الخلاط او تقطعوهم حتت صغننة قوي، ونقلبهم برضو مع بعض. الأكلة دي وهمية بجد وتحفة بجد، والصوص بتاعها خطير. أهم حاجة إن احنا نفضل نقلب فيها كده. هننزل بالملح بتاعنا، طبعا الملح حسب الرغبة. في ناس بتحب الملح يعني قليل شوية، في بيحبوه واضح، في بيحبوه مظبوط. كل واحد يحط الملح بتاعه. وبعد كده نهدي النار ونغطي عليها، ونفضل برضو نوليها من حين لحين، نقلبها. لقيناها نية شوية نزود نص كوباية مية مغلية أو كوباية مية مغلية من الكتل. شايفين الجمال بقى؟ ما اقولكوش، تحفة. لو في كمان حتة فحمة مولعة كده وتحطوا عليها معلقة سمنة وتغطوا، يبقى الفراخ دي بقت مشوية رسمي، بقت مشوية. ما اقولكوش على الجمال والطعم والريحة. بس انا ما كانش عندي فحم بصراحة، وطبعا استكفينا بالطعم الخطير ده. ايه رأيكم؟ شايفين الشكل بيتكلم هو اللي بيتكلم، والطعم في حتة تانية بجد. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي. ايه رأيكم؟ الفراخ تتحدث عن نفسها والصوص يتكلم، والرز بشعرية بيقول انا هو كلوني كلوني. هستنى بقى آرائكم، وهستنى التعليقات بتاعتكم تقولولي ايه رأيكم. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، وان طريقتي تكون عجبتكم. وان عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة، ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي حاجة جديدة اعملها. اقول لكم ايه بقى؟ كده وصلنا لنهاية الفيديو وخلصت وصفتنا. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.